الميه دي ما تتوصفش يا جماعه. يعني في ناس كتير هتقول لي ازاي انت تقول على الميه دي، مش كتير، الناس البسيطه اللي عارفه المكان هيقولوا ازاي تقول على الميه دي، يعني جالك قلب ازاي تقول على المكان ده. هما ميتين، ميه كده على الطريق وانت داخل، والميه دي، والاتنين احلى من بعض. الميه اللي على الطريق وانت داخل فيها سمك مشكل، الصغيره ربع او تحت الربع، بس فيها سمك هتتكعبل فيها تضايقك، تمام. الميه اللي كده خلقه، مفيش حاجه اسمها صغير خالص خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي المحترمين. النهاردة إن شاء الله رب العالمين هوصف لكم مية النخل خلاص. لكن هعمل حاجة تانية خالص النهاردة، إن أنا كمان هوصف لكم مكان كمان جنب مية النخل. ربما يكون في ظروف أي حاجة، المية متصفية، في بوز زيادة، مفيش أدوار كتير، هي أصلا وصلة صغيرة، فلتحسبا لأي ظروف لخاطركم أنتوا. فأنا طبعا أنا عايز الفيديو يبقى مفيد، يبقى فيديو يعني ما يبقاش على الفاضي. يعني حتى لو قلت لك على مكان وانت رحت لقيت فيه اي ظروف، فيعني انا مش حابب ان انا اتحمل اي ذنب ممكن يحصل لك هناك، انك تروح تلاقي فيه حاجه في الميه. فانا بقدر الامكان يعني عايز اقف معاك يعني. فانا هعمل لك حاجه حلوه برضو النهارده، ان انا هديك هديه برضو من عندي عشان ناس محترمين وانا بحبكم. فانا هقول لكم على ميه النهارده ما تتوصفش والله يا جماعه. انا هقول لكم على ميه كمان جنب ميه النخل، جنبها على طول، يعني حاجه بسيطه كده. الميه دي ما تتوصفش يا جماعه. يعني في ناس كتير هتقول لي ازاي انت تقول على الميه دي، مش كتير، الناس البسيطه اللي عارفه المكان هيقولوا ازاي تقول على الميه دي، يعني جالك قلب ازاي تقول على المكان ده خلاص. طب ما انا قلت لكم على الميه العملاقه زمان وميه الجزيره، واحد قال لي انت جالك قلب ازاي تقول على ميه الجزيره دي يا عم انت ايه؟ يعني هو اكيد سمعني دلوقتي. وناس كتير قالوا كده. فالميه دي من الميات اللي ما توصفش بصراحه. طيب هل هي بتاكل دلوقتي؟ بتاكل دلوقتي. ليه بتاكل دلوقتي؟ اولا سمكتها كبيره يا جماعه، سمكتها ضخمه ضخمه، بتطرقع البوص، بتكسر البوص حتت، والله العظيم والله العظيم بتكسر البوص، لان هي سمكتها كبيره بس مخزنه سمك. الناس اللي هناك ما بيصفوش الميه خالص ولا بيفكروا يصفوها، والمدخل بتاع الميه اللي من بره دخلها بسمك على طول اصلا، ففيها سمك خلاص. فيها عيب، ركز معايا، انك مش هتعرف توقف عربيتك جوه، هم عربيه ولا اتنين بالعافيه خلاص، والموتوسيكل عادي. انما توقف عربيات كتير وزحمه وكده لا خالص. هل هي بقى بعيده عن الطريق بره؟ لا مش بعيده عن الطريق، بس ان انا عارف الناس اللي هتروح دلوقتي، الناس المغامره والناس اللي هي يعني بتحب بقى الصيد في الوقت ده والكلام ده كله حاجات من ده. لكن انا شايل لكم اماكن ناس كبيره في السن المحترمين اللي انا بعزها وبحبها، اللي انا بقول مثلا لا هتسيب عربيتك بره وتدخل، لا، الناس المحترمين الكبيره دي والله يا جماعه انا شايل لكم شويه اماكن محترمين هفاجئكم بيها في الموسم اللي جاي، وهكون معاكم بصطاد. انا مسافر دلوقتي هكون معاكم ان شاء الله لو انا من اهل الدنيا. فالناس المحترمين دول على راسي من فوق اللي انا بتعلم منهم. الناس الكبار في السن دول اساتذه، والصيد ما فيهوش كبير وصغير، لكن الناس الكبار في السن لها احترام وتقدير. فطبعا انا لما هوصف لك ميه يعني ليها دخله معينه او كده تتعبك، انا ما برضهالكش برضه
خلاص. فانا شايل لكم برده شويه اماكن باذن الله تعالى في الموسم اللي جاي، انا هبدا اقول لكم عليها ان شاء الله، ربنا يراضيكم منها باذن الله. خلاص، دي واحده. فالميه دي مش هنعرف نقف العربيه بره، فهنقف بره. طيب الميه دي يا جماعه اسمها ميه الكوم الاحمر. طبعا انتوا عارفين ان انا اتكلمت عن ميه الكوم الاحمر دي قبل كده، ونزلت لها فيديو وشفتوا ضرب السمك فيها عامل ازاي وكده لكن حصل ايامها مشكله بقى عند الميه العملاقه، فانا ما رضيتش اوصف الميه دي، هي اصلا ما تتوصفش اساسا. ميه ما تتوصفش، لان عارف ان ممكن يحصل عليها مشاكل، لكن اكيد الناس فهمت الوضع ايه معايا، يعني الناس ان شاء الله مش هتعمل مشاكل ولا حاجه، لان الناس هناك محترمه. فالميه دي ميه الكوم الاحمر، ليها اسم تاني حركي، ميه الرمان. ناس كتير قوي سمعت الرمان بس مش عارفين ايه الرمان دي ايه ولا ايه الموضوع. دي بقى ميه الرمان، دي ميه الرمان اللي بجد بقى. ليه؟ في على اولها شجرتين رمان فسميناها ميه الرمان، والكوم الاحمر عشان في كوم من بعيد كده، فانا قلت اسميها ميه الكوم الاحمر. خلاص. وفي كوم احمر 1 و2 و3 يعني غيرهم. خلاص. الميه دي جميله جدا، سمكتها كبيره، بتحب الطعم، تحب الغله طبعا، تحب انك كل شويه ترمي لها علفه من اللي هي المفرفشه دي، اللي هي المبشوره. تمام، كل شويه كده. خلاص. فانت روح وربنا يرضيك، السمكه بتاعتها تقيله في الاكل، وساعات بتفتح بقها، ليها وقت هتاكل فيه، هتفاجئك. في هناك جرار بيشتغل، لما بيشتغل بيسحب الميه، بيشغل السمكه غصب عن عين ابوها، بتشتغل مفيش كلام. لو الجرار ده واقف هتاكل، بس ممكن تبقى تقيله شويه. خلاص. فان شاء الله رب العالمين ربنا هيرضيكم منها. وهم ميتين، ميه كده على الطريق وانت داخل، والميه دي، والاثنين احلى من بعض. الميه اللي على الطريق وانت داخل فيها سمك مشكل، الصغيره ربع او تحت الربع، بس فيها سمك هتتكعبل فيها تضايقك. تمام. الميه اللي كده خلقه، مفيش حاجه اسمها صغير خالص خالص. خلاص. المهم ان شاء الله ربنا يرضيكم منها. انا هوصف لكم المكانين، النخل والميه دي جنب بعض، وقبلهم ميه ابراهيم نوار، وبعدهم الميتين العاليين وشويه والمفارق، وجنبك جامع هناك. يعني المكان حلو. والاسبوع اللي جاي ده اصلا يعني الجو معقول، مونون كده يعني، غيام وكده، لكن مفيش مطر ان شاء الله. المطر من يوم الثلاث اللي جاي على ما اظن. انا متابع قوي شويه الارصاد علشانكم برضو، فما تقلقش ان شاء الله تدخل. وهوصف لك من على الدولي وانت داخل، عشان الناس اللي عندها قناعه بقى انا عايز ادخل من على الدولي، وهوصف لك من ضمره برضو علشان تقدر تختصر الطريق وتدخل من ضمره، لربما الدنيا تمطر عليك لو الى خلافه. ان شاء الله رب العالمين هيبقى فيديو جامد وهتحبوه، هتحبوا الميه. حتى الناس اللي هي مش هتقدر تروح المره دي او هتروح اليومين دول نتيجه الجو برد وحاجات كده، انت معاك الايام اللي جايه. وخلي بالك انا عندي ميات كتير جدا جامده مخزنها والله يا جماعه. انا ما قلتش حاجه لسه. احسبها كده وبص الاماكن اللي انا وصفتها والحاجات دي، هتلاقي ان في اجزاء كتير او في ربوع كتير من المزارع انا ما اتكلمش عنها. انا حافظها بالشبر يا جماعه، من اول بلطيم لحد كوبري ضم، عشان تبقوا عارفين 22 كيلو مربع حافظهم بفضل الله. خلاص. وفي مفاجآت جايه ان شاء الله باذن الله، هبدا معاكم فيها بالموسم الجاي. وخلي بالك انا دايما ببدا معاك بفضل الله، اول واحد ببدا معاك بوصف ميات، وبدخلك على ميات بتاكل غله او مثلا جمبري في اول الموسم، وخصوصا الغله. خلينا نتكلم في الغله، صح ولا لا؟ يمكن الموسم اللي فات واللي قبله كنت معاك في حاجات زي كده، وكلت لك دخلتك تاخد سمك محترم في عز شهر 4، في اول شهر 4 ولا ايه؟ تحياتي ليكم كلكم، واي حد عايز اي استفسار يكتب لي في التعليقات وانا ارد عليه. تليفون واتس انتوا عارفين، انا طبعا انتوا عارفين رقمي، هكتبه لكم برده في الايه في الوصف المره دي. في ناس كتير قوي نسيته او مش عارفاه لان ما كتبتوش من زمان، فانا هكتبه عشان برضو ايه الناس لو عايزه تستفسر عن حاجه انا عنيا لكم الاثنين. خلاص. سلام عليكم. دلوقتي دي البورصه بتاعه السمك اللي على الطريق الدولي. خلاص. احنا هنقف على الطريق هنا، ونخلي البورصه دي على يمنا، يعني هنخليها بالشكل ده. ماشي يا رجاله، هتبقى بالشكل ده، هنبقى في الاتجاه بتاع البورصه، وتكون البورصه كده على اليمين بتاعنا. هنمشي كاننا رايحين كفر الشيخ، هنمشي حاجه بسيطه اقل من كيلو عشان ندخل على المصرف الاسرائيلي يا جماعه.
طبعا المصرف الاسرائيلي ده الكبير، يعني هو ده المصرف الكبير اللي هيقابلك في الطريق. بس برضه هقول لك على طريق هقول لك ازاي تعرف. هتمشي طبعا، ده طريق رايح جاي، وفي النص كده تلتوار عادي اهو. امشي عادي خالص، امشي عادي خالص، واعمل حسابك ان المسافة قليلة يعني من بعد البورصة لحد ما تلاقي زي جزيرة اهي. سهل الموضوع. بدأت تبعد عن الطريق من بعضه، بعد الجزيرة دي مباشرة المصرف اهو. حلو كده. وهو اكبر واحد هيقابلك في الطريق اصلا وانت ماشي، يعني كده كده معروف يعني. طيب هنعمل زي ما بوريك كده وهنمشي. انا عايز اقرب لك كل حاجة. هنمشي على الطريق ده يا جماعة، ونخلي المصرف ده على شمالنا. هنفضل ماشيين لحد ما نوصل عند الكوبري الرابع. احنا كده مفيش كباري قابلتنا خلاص، اللي ورا خالص على الطريق الدولي ده زيرو، ما تعتبروش اي حاجة. افضل ماشي عادي خالص اهو. افضل ماشي، ده طريق محجر مفيش مشكلة. هتلاقي شوية حجارة شوية طينة بيشتغلوا يعني فيه لحد ما تمشي. ده مدخل توتو، أول مدخل. وانت ماشي، الناس اللي عارفة توتو هتفضل ماشي لحد أول كوبري عند الجامع الأولاني اللي هيقابلك، جامع صغير كده أهو. تمام. وهتلاقي أول كوبري أدي واحد. افضل ماشي ماشي لحد ما تلاقي الكوبري التاني. ده جامع اهو برضو، وده الكوبري التاني. ده مدخل مية النمل يا جماعة اهو، وده مدخل مية المدارس. خلاص. هتفضل ماشي برضو لحد ايه الكوبري رقم 3 نروح نوصل له. تفضل ماشي من هنا او من هنا. ماشي لحد ما تلاقي الكوبري رقم 3. فاضل لنا واحد. هنمشي لحد ما نلاقي كوبري رقم 4 اللي هو كوبري علي سلامة، وهيكون أكبر تجمع سكني في المنطقة دي. وده الكوبري أهو، وفي هنا جامع علي سلامة. بصوا يا جماعة، بس عشان إيه تركز معايا، ركز معايا قوي. الكوبري أهو، أنت لو جاي من على الطريق ده أوكي، لو جاي من على الطريق ده أوكي. أنت كده كده هتمشي في الطريق اللي هو موازي للكوبري أهو. أدي الكوبري أهو، وأنت هتمشي كده على طول. خلاص. دي هنا في حداد ومحلات وبيوت كده يعني. هتمشي على الطريق ده، خد بالك. هتمشي على الطريق ده اهو، في دخلات للمزارع يمين وشمال وكده، مالناش دعوه بيها. انت هتمشي لحد ما تلاقي ميه في وشك واضح. في وشك مش في جنبك، في وشك. والميه اللي على يمينك دي بتخلص. حلو. ازاي بقى؟ يلا. هنفضل ماشيين اهو، ماليش دعوه باي دخله تقابلني ولا اشغل دماغي بيها. انا عندي علامتين سهلين جدا. طول ما الميه ديت على يمينك يبقى انت لسه ما وصلتش للاخر. هتفضل ماشي اهو. انا بقول لك على حاجه عشان تبقى انت ماشي مطمن وانت ماشي، يهمني راحتك. خلاص. نفضل ماشيين شويه حلوين كده يعني. بص بقى يا سيدي، بس انت كده هتلاقي الميه في وشك اهي، والميه دي بتخلص. تمام. انت اوريدي لما تيجي بالعربيه هنا مش هتلاقي نفسك خلاص مش همشي، هروح فين؟ فهتلاقي ان الميه اللي على شمالك ديت خلاص، يعني انت ممكن تقول دي داخله، ده انا لسه هكمل. فانت مش هتلاقي تكمل اصلا، انا كده وصلت. انت هتلاقي نفسك اصلا وصلت. فهتلاقي ان دي اخر الدخله، وهتلاقي دي طريق بيطلعك على الدرويش وعلى المتاهه وتطلع على الدولي، وده الطريق اللي يطلعك على جامع القدس. احنا عايزين نخش من على الطريق ده. خلاص. فانت تشغل الفيديو وانت ماشي عشان ما تتوهش. هتلاقي كل حاجه زي ما انا بقول بالظبط. هتمشي وتخلي الميه دي على ايه، على يمينك، وتفضل ماشي ومالكش دعوه باي دخلات. هتفضل ماشي لحد ما تلاقي جامع القدس، مبنى ابيض كده صغير كده، هتشوفه واضح يعني. اول ما تيجي عنده انا هقول لك تعمل ايه. افضل ماشي ودي على يمينك. طبعا في صيادة في المنطقة دي طبعا، وهتلاقي صيادين قاعدين وفيها. يا ماما يا جماعة، دول مية النصرانية، دي ميات النصرانية. خلاص. افضل ماشي لحد ما تلاقي جامع القدس، هتكون البر التاني. حلو كده. امشي برضو. بعد ما همشي شوية لحد ما الاقي مفارق شمال. طب انا هعرفها ازاي المفارق ديت؟ خد بالك بقى من الكلمه دي قوي، وخلي بالك. ميه ابراهيم نوار انا منزل لها فيديوهين 3. اخر فيديو نازل ليها موصل لك
ومش هروح لك وانا ماشي على الارض برجلي من اهو على الطريق، يعني لحد النصرانيه بره، فالموضوع سهل يعني. فانت برضو اعرف ده، وعايز تزود معلوماتك هات فيديو ابراهيم نوار، وانا برضو هسيبه لك في الايه، في اول تعليق مثبت في التعليقات على الفيديو ده. هتفضل ماشي بقى بعد جمع القدس، خد بالك ما تشغلش بالك باي حاجه من هنا، افضل ماشي، خلي دي دليلك، اسمع خلي دي دليلك، افضل ماشي كده، افضل ماشي كده، ماشي كده لحد ما تلاقي ايه اوض كده هتقابلك، ماشي. هتفضل ماشي والدنيا عاديه اهي، خد بالك ركز، هتفضل ماشي ماشي هيقابلك اوض تانية. بعد الاوضه اللي على شمالك دي مفيش اوض بقى، بعد اخر اوضه، بعد اخر اوضه هتلاقي اوضه كبيره كده زي بيت صغير كده وعليه برميل ميه ومش عارف ايه، هتلاقيه حجمه كبير كده المكان ده، البيت ده. فده دليل، ارجع بيك تاني، ارجع بيك تاني بس عشان اديك دليل مظبوط. والله يا جماعه انا عايز اريحك. جامع القدس اهو، ركز، جامع القدس اهو، مفيش بيوت، مفيش اوض ولا بيوت في اليمين اهو، صح ولا لا؟ صح. هتفضل ماشي، هتفضل ماشي، هتفضل ماشي، هتفضل ماشي، لقيت اوض، مشيت لقيت اوض. عشان انت ممكن تقول انا ايه، ما انا معرفش هي دي اخر اوضه ولا اول اوضه، انت خليك في اليمين مش هتلاقي اي اوض لحد ما تلاقي مبنى اهو. فحاجه دي لقيت مبنى اهو، اعرف بقى ان الدخله بعد المبنى دي، اعرف المبنى اهو، اعرف ان الدخله بعد المبنى الاخراني ده اهو. اظن كده الموضوع واضح. هتفضل ماشي ماشي، واقول لك على حاجه كمان، هتفضل ماشي بعد البيت ده اللي هو على يمينك ده، هتلاقي السكه هنا وسعت، بس خلصت. هتفضل ماشي هتلاقي السكه بتطلع لبيك اللي فوق، يا اما تمشي طوالي ويمينك الميه، يا اما تخش شمال. اظن كده مفيش بعد كده علامه بقى، انت بقى هتطلع الطلعه دي وتدخل شمال، هتدخل كده. الموضوع سهل اهو. اه همشي بقى، همشي اهو، همشي لحد ما هيقابلني بيت. خد بالك هتمشي وهتعدي كده اهوت، سيبك من الميات دي الكونتينر على فكره، دي ميه الكونتينر ماشي. هتلاقي لحد ما تلاقي بيت، في جنب البيت هو في سلم خرسانه لازق في البيت، عشان برضو يبقى انت دليل بالنسبه لك ايه. بعد البيت ده مباشره لازق فيه في دخله، بس مش دخله دي، مش دخله الطريق ده، حاجه خاصه بالمزرعه. هندخل اول دخله طبيعيه بعد البيت، يعني البيت احنا هنسيبه باللي وراه كده ونمشي، اول دخله طبيعيه اهي، واضحه. هنمشي وهتلاقي السكه وعلامات العربيات معلمه وكل حاجه اهو. اوضحها لك، هيبقى البيت اهو، صغرها لك شويه اهو، البيت اهو، وورا منه دخله كده، بس مش هي دي، مالناش دعوه بيها. هتمشي عادي شويه لحد ما تلاقي دخله اهي، السكه بتلف اهي عادي خالص اهي. هتفضل ماشي لحد ما تلاقي نفسك قدام كوبري اصلا اهو، اهو كوبري اهو، ودي النصرانيه. جميل. هنعدي الكوبري ده وندخل شمال كده اهو، هنعدي الكوبري وانتم داخلين شمال شمال. هنفضل ماشيين، ودي النصرانيه الاساسيه الكبيره بقى، ماشي. هنفضل ماشيين، الميه دي طبعا بتاكل، ماشيين لحد ما نلاقي ميه ابراهيم نوره اهي يا جماعه، والاوضه اهي، ودي الطنبور اللي بيرفع ميه، ودي ميه ابراهيم نوار اللي هي فيها اتايل. ركز بقى في اللي انا هقوله ده اهو. هتفضل ماشي لحد ما تلاقي فتحه اهي. الفتحه ديت في دوار هنا، انا شرحتها قبل كده في ميه ابراهيم نوار، دي ميه ابراهيم نوار يا جماعه كلها سمك، الناس عارفاها طبعا، ملناش دعوه بالدخله دي مش دخله عربيات ولا لك اي دعوه بيها. هتمشي لحد ما تمشي كده، امشي خد بالك، امشي خد بالك، عشان انا بقول لك على الدخله، لحد ما تلاقي الدخله اللي بعدها اهي. هنا زي بيت كده، وهنا هتلاقي في شجر نهو وفي شجر رمان في الحته دي، هي دي ميه الايه، الرمان، دي ميه الرمان. وميه النخل قدام شويه. بصوا يا جماعه انا هطلع بيكم لميه النخل دلوقتي، حلو، وبعد كده هرجع للمكان ده وادخلكم على الرمان. جميل. بس كده يعني هنمشي بقى نكمل، اجيبك تاني من الاول، اجيبك تاني مش من الاول قوي يعني. ميه ابراهيم نوره اهي، ميه ابراهيم نوره اهي معروفه خالص. خلاص. هتمشي لحد ما تلاقي فتحه. الفتحه دي يعني انت بتركن عربيتك هنا، وبعدين بتخش تصطاد هنا، مالناش دعوه.
هتفضل ماشي بقى لحد الدخله اللي بعدها اهي. اهي الدخله اهي، الدخله اهي هتبقى مميزه خالص. هتدخل بين ميتين، ميه اهي وميه اهي، وهتلاقي في هنا شجر رمان. جميل، حلو كده. انا جبتك تاني اهو. هتفضل ماشي شويه كمان، هتفضل ماشي شويه كمان لحد، بص 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 ركز معايا بقى، بس بص عشان الموضوع مهم. بص مشي 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 لحد ما تلاقي جامع ابيض، لحد ما تلاقي جامع ابيض. اظن بقى مفيش احسن من كده دليل. وقبل الجامع الابيض ده هتلاقي فيه كوبري هنا معديه. طب انا بقى هعرف ميه النخل ازاي؟ ميه النخل اهي يا جماعه اهي، يا نهار ابيض، هي دي ميه النخل. واخده بماسوره من هنا من تحت الايه، من تحت الارضيه من قدام الجامع ده اهو، ماشي، واخده بماسوره من هنا كده. ودي ميه النخل وداخله جوه في المزارع اهي. وانا كنت بقول لكم صعب تصطاد هنا، ده حرم مزرعه، مستحيل تقعد تصطاد هنا، مستحيل، من رابع المستحيلات تدخل تصطاد هنا، مستحيل. شوف داخله رايحه فين، داخله رايحه فين، داخله رايحه فين، داخله رايحه فين، مغذيه وبتتغذى وبتصرف، فميه، ففيها ميه على طول. اه فيها بوص وكل حاجه، بس فيها سمكه بتسحب هنا، بتشد وترجع، تشد وترجع. خلاص، هي الوصله دي بتاعه ميه النخل. الوصله دي بتاعه ميه النخل، وصله صغيره بس مليانه سمك، مليانه سمك. هتلاقي فيها بوص يا ابن الناس. شايفين الحته البيضاء ده؟ دي ماسوره. الماسوره دي ما بيشيلهاش خالص من هنا، ماسوره كده تقعد في ظلها كده تصطاد. ماشي. لقيت فيها وفي سلك كهرباء فوق يا جماعه، في سلك كهرباء فوق فوق المكان اللي انا بتكلم عليه ده اهو. دي ميه النخل. لقيت فيها بوص، نظف وانزل اصطاد. لقيت فيها ادوار، اصبر عليها، سمكتها تقيله في الاكل. يعني انا كنت اقعد اخد لي مثلا 10 15 حته، 7 8 حتت في اليوم كله. يعني ده رقم، يعني عدد بسيط، بس السمك تقيل، يعني سمكه كبيره. فاهمين يا جماعه؟ يعني بتقعد بمعدل نص ساعه، ممكن ساعه كمان، على ما تغمز تاخد لك سمكتين في الساعه، سمكه كل ساعه، 3 سمكات في ساعه، بتتوزع في خلال اليوم. المهم ان يعني الميه دي سمكتها كبيره وايه وكده يعني. طيب، حاجه كمان هنا، هتقدر تعدي على المعديه دي وتصطاد هنا، وممكن تصطاد هنا. ادي عندك معديه اهي، وترجع لورا شويه وتصطاد في المعديه ده. وعندك الوصله دي لو عرفت تنظف فيها، نظف فيها الوصله ده اهي، الوصله دي برضو، الوصله دي برضو. المنطقه دي كلها يا جماعه ادرسوها واصطادوا فيها. خلاص، انا كنت بقعد وبركز في المكان ده اهو، تمام. بس لو كنت بمنعها شويه انقل الناحيه التانيه، اجي هنا، اجي هنا كده يعني، اجي في الحته ده اهي، تمام. بس دي الاساسيه معاك. خلاص. طيب انا هرجع بقى لميه الايه، الرمان. هرجع بقى لميه الرمان. ميه الرمان اهي، المدخل بتاعها اهو يا جماعه، المدخل بتاعها اهو. شوفوا بقى انا هدخلها ازاي. هدخلها من هنا. دي الميه، دي ميه اهي. شوف داخله منين، شوف داخله منين، واخده من النصرانيه، مدخله سمكه على طول. يا جماعه انا مش بقول لكم على اي ميه، والله والله ما بقول لكم على اي مكان. داخله اهي، تمام. مالناش دعوه بالميه دي، هتدخل هتدخل، والميه دي بتلف معاك اهي اهي، وهنلف مع الميه، مش هتمشي على طول. هنا فيها البيت بتاع الغفير والكلام ده كله، خلي بالكم الناس هناك طيبه ما تزعلهمش. هنلف كده. فاكرين لما قلت لكم في ميه جايه عامله زي حرف تي؟ ادي الميه اهي اهي، هتدخل 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 لحد ما تلاقي ميه تانية اهي. مفيش هنا مكان يا جماعه تركن عربيه، هي مكان واحد ان هو في الحته ده ومكان في الحته دي فقط. مش هتعرف تركن عربيه بقى تاني الا اذا دخلت جوه خالص خالص خالص، ممكن تركن عربيتك جوه، بس لما هيلاقوا زحمه هيزعلوكوا ويقولوا لكم امشوا. الميه دي هي دي بقى ميه الايه، رمان يا جماعه. الميه دي ميه خطيره جدا، فيها سمك كل حاجه. بس كل حاجه ايه، الصغير بتاعها صغير، الصغير بتاعها تحت الربع وربع وطالع، وسمك تقيل كله. خلاص. وسريعه، دي بتبقى سريعه شويه عن دي، ودي لما بتفتح بقها ما شاء الله. الميه دي بقى هي دي الميه اللي انا مصورها في الفيديو ونزلته لكم. وهنا اهو، هنا اهو، هنا بيبقى واقف جرار، هتلاقوه، هتلاقوا جرارنا اهو. الجرار ده مخصوص بيسحب ميه للمزرعه دي. فلما بيسحب بيشغل الميه دي، هو بيسحب من هنا، بس الميه دي بتشتغل برضو. مجرد ما يشتغل الميه دي بتتحرك على طول، مفيش كلام. خلاص. ماشي يا جماعه. الميه دي هتلاقي في اولها هنا غويط، غويط خالص في الحته دي، وفي دوار هنا اللي انا كنت شارحها في المنطقه دي،
وهتمشي تلاقي في حته مستحنه اهو قدام شويه تقريبا، دي تقريبا ماشي حته مستحنه. انا هلف لك الايه الميه عشان ايه تفهم. بص بقى من هنا لهنا لهنا الميه غويطه خالص ومعششه بوص، بس كلها سمك. هنا في الحته دي انت بتنزل على متر ومتر وزياده، انت متخيل بتنزل على متر ومتر وزياده النزله بتاعتك والغماس بتاعك عايم في المنطقه دي. متخيل اللي انا بقوله؟ شوف العمق قد ايه. تمام. بتاكل غله وطعم حلو. في طبعا انت تفتح ادوار هتلاقي اماكن حلوه متظبطه، الصيادين بيعملوا واجب يعني. خلاص هتمشي وتصطاد في المنطقه دي في المنطقه دي في المنطقه دي براحتك، ما عندكش اي مشاكل. في حته مسطح كده في الاول اهو في المنطقه دي، المسطح ديت ايه برضو فيها سمكه تقيله برضو. الميه كلها حلوه، لو دخلت جوه في اي مكان جنب البوص هتلاقي خير. ماشي يا جماعه لحد المنطقه دي. كل ده دي منطقه الرمان، كلها سمك وسمك كبير وتقيل وهيضرب قدام عينك وهتشوفه قدام عينك بعينك في عز الشتاء هتشوفه. ما تقولش لا ده السمكه مش هتضرب، ده السمكه مش هتعمل، ده احنا في الصيف. لا يا حبيبي هتشوف السمك بيضرب وهتشوف كل حاجه في المنطقه دي وهي بتاكل في الوقت ده. بس تقيله وعايزه الناس اللي طالعه تصطاد ان هو لو ما روحش من غير ولا سمكه ما يزعلش. بس ربنا هيرضيكم ان شاء الله منها، وخد معاك طعم وغله وعجين واعمل معاها كل حاجه علشان تاخد السمكه، وخلي بالكم وربنا يرضيكم ان شاء الله. تمام. ده بالنسبه للايه كده. احنا هنطلع بقى كده خلاص. دي ميه الرمان يا جماعه، الميه الخطيره الرهيبه اللي فيها كل حاجه، اللي فيها كل معاني اللي اقول ايه الحرفنه في الصيد. لان المكان ده بالذات يعني مش اي حد يقعد فيه والله يا جماعه. والله الميه ده اهي مش اي حد يصطاد فيها، بس انت هتشوف السمك قدام عينك هتستغرب من حجم السمك وضرب السمك في الميه. ربنا يرضي الجميع ان شاء الله، ويا رب اكون وصلت لكم المعلومه. معلش انا بحاول اوصل لك يعني علشان تفهم، علشان ممكن تتصل بيا ما تلاقينيش موجود، فانت فيديو عندك تابعه مره واتنين وان شاء الله هتفهموه وتوصلوا وان شاء الله. انا تحت امركم على الواتس ان شاء الله. سلام عليكم.